تعالوا كمان هثبت لكم صحة كلامي ان الجزء ده مهم جدا. بصوا بقى الفرق دي، يعني بصوا الحجم، فرق الحجم ما بين الاتنين. ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. والجزء الصغير ده اللي موجود في ايدي دلوقتي بكل سهولة كده، واللي الناس ممكن تعتبره شيء بسيط، ده اهم حاجة في التجميعة. القطعة الصغيرة دي هتشخص لك اعطال المذر والبروسيسور والرامة وكل الجهاز بتاعك بكل سهولة، وانت برضو ما بتهتمش بيها وبرضو ما بتركبهاش. يلا بينا نعرف ايه هي القطعة دي وازاي نركبها وطريقة تركيبها وكل حاجة عنها. ولو عجبك الحلقة انزل اعمل لنا لايك كده، واعمل لنا لايك ان شاء الله هتلاقي حاجات مفيدة جدا في القناة. ويلا بينا نعرف ايه هو الجزء ده ونبدأ الحلقة بتاعتنا. طبعا الناس اللي شغالة في مجال الكمبيوتر تعرف ايه هو الجزء دوت وتعرف استخداماته وكل حاجة. بس طبعا ناس كتيرة بتقول ايه يا عم دوت، انت هتوقف تجميع على حاجة زي كده؟ بس تعالوا نشوف ايه هو الجزء. وزي ما انتوا شايفين الجزء مكتوب عليه سبيكر. سبيكر ده اللي هو يعتبر صوت المذر. صوت المذر يعني ايه؟ هي المذر بتتكلم يا عم؟ ما تقول كلام حلو كده ولا كلام عاقل. ايوه يا جماعة، المذر بتتكلم. هحاول اسمع لكم الصوت بتاعها وهحاول اسمع لكم كل حاجه بحيث ان انتوا يبقى عندكم فكره لكل شيء. انا شخصيا الجزء ده ما شغلش الجهاز، او حتى لو عملت التجميعه بعد ما اجمعها بخاف اشغل التجميعه من غير الجزء دوت. هيقولوا لي الله، طب ليه يا عم الجزء ده ماله؟ ايه الحكايه؟ ما تشغل وتجرب. لا، اولا الجزء دوت بيعتبر بيعمل حاجتين. اولا بيعمل حاجه زي دايجنوسيس، او ان هو تشخيص سريع للمظهر، وفي نفس الوقت بيديك زي روبورت كده سريع ان كل حاجه شغاله. وفي نفس الوقت بيبين لك لو الرامه فيها مشكله، لو كارت الشاشه فيه مشكله. كل ده من الجزء البسيط ده. وزي ما بقول لكم انا شخصيا استحاله ان انا اشغل تجميعه من غير الجزء ده. طيب هتقول لي الجزء ده غالي بقى وحاجات كده وحركات؟ لا، الجزء ده مش غالي ولا اي حاجه. وزي ما انتوا شايفين ادي مكان السماعه اهوت، حاجه بسيطه سريعه جدا مش هتاخد منك جزء من الثانيه وتركبها. وسعرها على فكرة مش غالي، يعني حتى دلوقتي طبعا ما بتنزلش مع المذر بورد، لكن الأول كانت بتنزل مع المذر بورد عادي جدا، مفيش أي مشاكل. وزي ما انتوا شايفين كده تقدر تجيبها وتركبها، وأكيد هتلاقي لها مكان. مش أكيد، ده مليون في المية هتلاقي لها مكان في المذر بورد عندك. أنا جايبها تقريبا ب15 جنيه أو حاجة. لو لفيت شوية، بس طبعا بصعوبة، يعني هتلف شوية هتتعب شوية، بس في الآخر هتجيبها. تبقى ضامن برضو الدنيا ماشية معاك ازاي، أي صوت أي حاجة. لكن لما تخلي المظهر خرصة كده تعتبر لا. بصراحة أنا بصراحة بالنسبة لي ده حاجة تعتبر غريبة جدا إن ناس ما تهتمش بموضوع زي ده. طيب تعالوا كمان هثبت لكم صحة كلامي إن الجزء ده مهم جدا. كنت مرة وأنا بلف في المولات، يعني كنت بلف على قطعة وكده، هو عايز أجمعها وأنا بعمل تجميعة يعني. المهم فكنت واقف جنب محل بيعمل صيانه، فلقيت ان المحل اللي بيعمل صيانه ده كذا حد جاي له بيسال ان انا عايز والله الجهاز بتاعي ما بيشتغلش، الجهاز بتاعي فيه مشكله. فاول حاجه بيسالها له، تخيلوا بيسالوا ايه؟ إيه هو الجهاز زمر؟ طب سامع له صفاره؟ طب الصفاره كانت طويله ولا قليله؟ طب الصفاره دي مرتين ولا مره واحده؟ فمعنى كده ان دي مهمه جدا يا جماعه. ازاي انتوا بتغفلوا حاجه زي كده؟ وانا اعرف ناس كتيره بتجمع الجهاز بتاعها من غير ما تركب دي خالص. حتى لو هي مش موجودة في المذر بورد حاول تدور عليها، حتى لو ما لقيتهاش اتعب شوية. وعايز اوريكم كمان الحاجات، يعني معظم الكيسات الأصلية اللي هي الدل والاتش بي والكلام ده كله بينزل فيها على فكرة، بتبقى كمان مع السيستم. يعني ممكن تشغل بيها مالتي ميديا وكده، وفي نفس الوقت ممكن تعمل بيها السيستم. الجزء ده بس للسيستم مش للمالتي ميديا، يعني دوت هتقدر تشغل بس اللي هو الايرور بتاع المذر وتسمع صوت المذر وتعرف كل حاجه. طيب تركيبه ازاي؟ برضه هوريكم المكان اللي بيركب فيه. وفي نفس الوقت خلوا بالكم المكان اللي بيركب فيه لازم طبعا زي ما انتم شايفين موجب وسالب، ما تحاولش تعملها العكس. الموجب دايما اللي عليه السهم الصغير ده، بصوا عشان الناس برضو اللي بصوا السهم الصغير قوي اللي على الفردة الحمراء دي اهو، امتداد الفردة الحمراء، بصوا سهم صغير جدا. السالب بيبقى ما عليهاش سهم، دي حاجة من الحاجات. ولما تبص في المذر بورد هتلاقي مكان السبيكر وعامل لك موجب وسالب، يبقى الجزء الاحمر ده هو اللي يركب في الموجب، والجزء الفردة اللي هي الصفرة هي اللي تلزق هي اللي تركب في الجزء التاني. زي ما انتم شايفين الموجب دايما عليه السهم الصغير دوت، ده يبقى الموجب هتركبها صح. اوعى تركبها بالعكس، لان لو ركبتها غلط ممكن تعمل لك شورت في المذر. لكن بقيه الحاجه ممكن برضو هتشوف نفس الحكايه اللي عليها السهم الصغير ده تعتبر الموجب وانت بتركب الفرونت بانل يعني.
فجزء زي ده مهم جدا. وزي ما قلت لكم، اولا بيعمل زي دايجنوسز، او ان هو بيشوف لك كل حاجه، يقول لك على كل حاجه. وفي حتى بيب مشهوره جدا، هي صوتها اسمه بيب او البيبنج. البيب بتاعها اول ما بتشغل كارت الشاشه لازم يعمل بيب. لو ما عملش بيب ممكن ما تلاقيش الشاشه نفسها قامت. فده شيء مهم جدا، اوعى تغفلها. وتعالوا برضو سمعكم صوتها واوريكم مكانها بيركب ازاي. وعايز برضو اوريكم زي ما قلت لكم الحاجات اللي هي في الدل والكلام ده بتبقى سماعه كبيره، مش حاجه بسيطه زي دي. وتعالوا بقى اوريكم اللي بتبقى راكبه في الحاجات الاستيراد بيبقى شكلها عامل ازاي. بصوا بقى الفرق دي، يعني بصوا الحجم، فرق الحجم ما بين الاتنين. دي بتبقى راكبه في المذر بورد، في الحاجات اللي هي الاتش بي والدل والحاجات الاستيراد والكلام ده كله. بتشتغل معاك للمالتي ميديا، وبتشتغل كمان للسيستم. فما شاء الله بيبقى صوتها جميل جدا. بصوا انا عايز اوريكم بس فرق الحجم. بصوا فرق الحجم دي من دي. طبعا دي صعب ان انت تلاقيها غير لما تروح تجيب كيسه استيراد يعني كبيره وتطلعها منها، او ان هو يطلعها لك من كيسه بقى بايظه. لكن ديت طبعا اللي موجوده في السوق هتلف عليها، طبعا برضو مستعمله مش هتجيبها جديده، لكن هتلاقيها. فدي انا حاولت اركبها برضو في المزر، يعني حاولت اركب دي في المزر، بس للاسف ما لقيت لهاش حاجه في المزر اللي انا عامل حلقه عنها في القناه. ما لقيت لهاش حاجه، بس قلت مش اشكال، اهي برضو هتنفع. ممكن اركبها، اعملها موجب وسالب واركبها من بره. ما شاء الله على كده صوتها جميل جدا، لان دي تعتبر من الحاجات الاوريجينال. ومع ذلك يعني الواط بتاعها ضعيف، بس صوتها جميل ما شاء الله. ادي بقى الفرق ما بين الاتنين. طبعا احنا بنشتغل بالصغيرة دي في الكيسات، في الحاجات التجميعات بتاعتنا يعني. فنصيحة، اهم حاجة اوعى تسمع كلام اللي يقولك يا عم ملهاش لازمة، دي حكاية بسيطة كده، وايه يا عم الناس اللي بتكبر المواضيع. لا، ما بنكبرش المواضيع. الموضوع مهم جدا. واوعى تشغل جهازك من غيرها، ممكن فجأة لا قدر الله لو شغلت الجهاز من غيرها ممكن يطير لسبب بسيط. ممكن يكون حاجة مهزوزة ولا كده، هي عمالة تدي طبعا الايرور، وانت بما ان معكش سماعه فانت مش عارف بتدي ايرور ولا لا، وتفضل ضاغط على الجهاز وتفضل مشغل الجهاز، وبالتالي برضو تحصل معاك مشكله. فليه على ايه؟ ده حاجه بسيطه جدا. وزي ما قلت لكم ب 15 جنيه، هتلف عليها شويه وان شاء الله هتلاقيها موجوده في السوق. طبعا هتلاقيها كلها مستعمله، مش هتلاقي منها جديد. وطبعا ليها شغلها التاني، اللي مراوح البروسيسور لو ما دارتش بالسرعه المطلوبه هتديك برضو بيب او ايرور، يعني هتعمل صفارة. لو البروسيسور درجة حرارته عالية هتديك طبعا الصفارة بتاعتها. شيء مهم جدا. وخلوا بالكم ما يتغفلش عنكم حاجة بسيطة وسهلة زي كده. وفي نهاية الحلقة يا رب نكون فدناكم بشيء كويس يعني، وتكونوا استفدتوا من الحلقة. ما تنسوناش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة، ان شاء الله هتلاقوا حاجات مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.